بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي المتابعين الكرام، حابب اتكلم معاكم على صفقات النادي الاهلي اللي الاهلي مستمر فيها. احنا عارفين ان كولر في اجازة بعد مباراة سموحة، عارفين ان الاهلي بيسعى بكل قوة لانهاء صفقة بن رمضان. عايز اقول لكم ان الصفقة دي الاهلي اذا ما تمهاش خلال اليومين، لا الصفقة دي مش هتكمل. وعايز اقول فكرة بس مهمة قوي، لازم كولر وهو بيختار النجوم. انا قلت لكم ده، كولر بيختار نجوم، كولر عايز فرقته مليانه بالنجوم. بس في نقطه بقى مهمه، هل كولر هنا هيبقى قادر يدير ده؟ لازم اداره التخطيط تبدا تتكلم. هو عايز يجيب صفقه بن رمضان في خط الوسط، وقلت لكم انه عايز يكون يأدي الدور اللي كان حمدي فتحي بيأديه، لان خطته بتعتمد دايما ان اللعيب خط الوسط يقطع من ورا الاثنين مدافعين، او يكون يلعب ياخد الكور العرضيه ما بين الاثنين المساكين. القصه هنا مهمه قوي، هل هو هنا لازم يبقى عارف هو خط الوسط تشكيلته تبقى ماشيه ازاي؟ يعني هنا هيبقى بيلاعب بن رمضان وبيلاعب امام عاشور وبيلاعب مثلا معاهم مروان عطيه. طب باقي خط الوسط هنا نفس الكلام اللي احنا قلناه على كل اللعيبه عشان اداره التخطيط تبقى جاهزه. اداره التخطيط جاي لها عرض زي ما اتكلمنا على كريم الدبيس في الدوري البلجيكي. لو كولر هيفضل مصر، احنا لو كنا بنتفرج قبل اصابه كريم فؤاد نتمنى له كل الشفاء يا رب. كريم فؤاد كان بيلعب، كان في الوقت اللي ما كانش كريم فؤاد هيبقى موجود كان هيلاعب عمر كمال عبد واحد. يبقى النقطة هنا هو ما كانش شايف كريم الدبيس، فيدي فرصة لكريم الدبيس انه يتحرك. لازم يديله فرصة حتى بوجود علي معلول مصاب، وانه هيبقى يتم تفعيل التعاقد معاه في شهر يناير ويتسجل في يناير. هيبقى عنده يحيى عطية الله، وهو هيبقى حابب انه يعتمد على عمر كمال عبد واحد. عمر كمال عبد واحد بوجوده في الملعب يقدر يحل له كذا مشكلة، فبرضه كريم الدبيس مش هيبقى ليه دور. فالنصيحة انه لازم فعلا كريم الدبيس يتحرك ويطلع بره النادي. لازم كوكا يتحرك ويطلع بره النادي، ده شيء مهم جدا. ورايي اكتر كمان ان حتى بعد انتهاء التعاقد مع الزونفيلي وعدم تفعيل بند الشراء، ان لازم حمزه علاء يتحرك بره النادي. طيب التحرك ده يعمل ايه؟ هيعمل حاجتين، هيدي فرصه للعيبه ان اللعيبه تبقى واقفه على رجليها وتتشاف، ويبقى في فرصه للمشاركه. احنا عارفين ان الشناوي لغايه دلوقتي ما عندوش عرض قوي يقدر يتحرك بيه، فلو الشناوي فضل وشوبير فضل معاهم مصطفى مخلوف يقدروا يدوا فرصه لحمزه علاء ان حمزه علاء يتحرك ويكون موجود. واحنا شفنا صوره حمزه علاء الجيده اللي ظهر فيها في الاولمبياد. النقطه كمان المهمه قوي انه محمد عبد المنعم خلاص زي ما عرفنا بيلم هدومه وبيلم حاجته من داخل النادي، من داخل جدران النادي، وانه عايز فعلا يبدا يتحرك للدوري الفرنسي. محمد عبد المنعم مهم انه يتحرك، مهم انه يحترف. السن بيكبر، المستويات بتتغير بسرعه في كره القدم، اللعيبه الجديده بتظهر بسرعه جدا. ممكن لاعب في اي دوري اوروبي عنده 16 18 سنه يقدر يأدي، يقدر يبقى صوره قويه. فانا شايف انه ممكن الاهلي يتنازل شويه عن طلباته الماليه عشان محمد عبد المنعم يتحرك. تحريكه محمد عبد المنعم هتدي فرصه لياسر ابراهيم، فرصه لرامي ربيعه، فرصه بالاستمرار، لان محمد عبد المنعم هو رقم ثابت في الدفاع النادي الاهلي. الدفاع النادي الاهلي ما كانش احسن حال، فده ما كانش احسن حال لان دايما محمد عبد المنعم كان هيبقى حاطط فكره الاحتراف. فانا شايف ان الاهلي يتنازل شويه ويبدا يحرك. ولازم نبقى عارفين هو بيلعب محمد هاني وبيلعب خالد عبد الفتاح، بيلعبهم وبيلعب قصادهم رضا سليم، وهو هيبقى مصر على الموضوع ده. خط الوسط هو هيبقى عنده امام عاشور، وموجود فيه قفشه، موجود فيه مروان عطيه، موجود فيه عمرو السوليه بجدد العقد وما اتحركش. يبقى كوكا لازم يتحرك ولازم يطلع الدوري البلجيكي، او لو جاي له عرض في مصر كويس الولد يقدر يطلع يتحرك عشان يقدر يبقى موجود، ويبقى موجود بصوره اقوى وياخد فرصه في المشاركه اكبر ومستواه يعلى عن كده. خط الهجوم انا فعلا ما زلت شايف انه اسامه ابو علي لوحده لا، صعب. فانا شايف ان الاهلي اذا ما كانش بيفكر في المهاجم هيبقى السبب في تخطيط كولر للمباريات تبقى تمشي ازاي، لانه فعلا هو عايز يجيب لاعب يغطي مكان حمدي فتحي من بعد احتراف حمدي فتحي في الدوري القطري. طيب الاهلي في بعض الناس دلوقتي بتتكلم الاهلي ممكن يجيب سفيان بوفال. والاهم انا شايف انه الاهلي محتاج انه يركز في المهاجم اكتر ما يركز في اي حد دلوقتي، اكتر ما يركز في صفقه عمر الساعي. انا شايف ان شاء الله يكون مهاجم مصري.